أسعد الله أوقاتكم جميعا. بالأمس القريب فاز الرئيس طيب أردوغان بولاية جديدة تمتد حتى 2028، وعمت الأفراح في جميع أنحاء الجمهورية التركية، وخرجوا أنصار طيب أردوغان واحتفلوا ورفعوا الأعلام وصور طيب أردوغان وألعاب نارية وخطاب النصر لطيب رجب أردوغان وشيء غير طبيعي. وبعض الدول العربية أيضا احتفلت بفوز الرئيس طيب أردوغان، وكأنهم هم راحوا وأدلوا بأصواتهم وانتخبوا الرئيس طيب أردوغان. ولكن الشعب الفلسطيني كانت له فرحة خاصة، طلعوا وأعلام وألعاب نارية وبقلاوة وصور طيب أردوغان منشورة في كل أنحاء شوارع فلسطين. ولكن أنا نفسي أدخل في بعض العقول من الشعب الفلسطيني. بالأمس القريب أنتم كنتم تحرقون أعلام الدول العربية وقادتها، وأهنتوهم وأهنتم رموزهم وسويتوا كل حاجة بسبب أنهم هم طبعوا مع إسرائيل، بس عشانهم طبعوا مع إسرائيل وفتحوا سفارة وصارت في علاقات دبلوماسية بين الدول العربية اللي طبعت مع إسرائيل، علما بأنه أردوغان أيضا عنده سفارة في تركيا وعنده سفارة في إسرائيل وعنده علاقات تجارية وتبادل مصلحة ومنفعة وكل حاجة. وأيضا رجب طيب أردوغان بعد ما فاز طلع وجاء قال سأعزز علاقتي مع إسرائيل من أجل صالح الشعب الفلسطيني، علما بأنه الدول العربية اللي طبعوا مع إسرائيل قالوا نفس الكلام اللي قالوا رجب طيب أردوغان، إن نحن حنطبع عشان نعزز علاقتنا مع الشعب الفلسطيني ونحاول نساعدهم. السؤال الذي يطرح نفسه، إيش الفرق بين الدول العربية اللي طبعت مع إسرائيل وإيش الفرق إنه أردوغان طبع مع إسرائيل؟ كلهم الاثنين طبعوا مع بعض وكلهم مشتركين مع إسرائيل. ابغى اي احد فلسطيني يقول لي ايش السبب. والله السبب واحد اثنين ثلاثة، ان احنا راضيين انه اردوغان يطبع وما نرضى الدول العربية ما تطبع. نبغاكم بس اكتبوا لي في الكومنت ايش السبب، اعطوني الفوارق عشان نعرف هل انتم معاكم حق ولا مو معاكم حق. سلام عليكم.